تعالي النهارده اقولك ازاي بفكرة عبقرية تحولي معاكي صدور الفراخ لحمام محشي. والله الحمام محشي، وهتعمليه وتشرفي بيه كده في احلى واطعم لعزومات رمضان. هقولك النهارده ازاي تعمليه وتتبليه وتلفيه وبدون فويل ولا ستريتش ولا اي افتكاسات. هتطلعيه معاكي الرز مفلفل وخطير، والتتبيله بتاعته ولونه في منتهى الجمال. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعه لو اول مره بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. رقم واحد، التتبيله. انا التتبيله دي بعملها كده معايا لاي طيور، لحمام، لبط، لفراخ. بصلايه وطماطمايه فرمتهم في الكبه، بس انا محتاجه يكون معاهم شويه سوائل، فضفت نص كوبايه من الميه علشان الخليط يكون خفيف، فيديني ميه كده اعرف اتبل فيها صدور الفراخ. هفضيهم كلهم في طبق بالشكل ده وابدا ان انا اتبلهم. التوابل العاديه جدا اللي بعمل بيها الطيور: رشه من الفلفل الاسود حوالي ربع معلقه صغيره، ورشه كمان من القرفه اقل كده من ربع معلقه صغيره، وهحط معايا كمون حوالي ربع معلقه صغيره هيديني ريحه حلوه جدا، وهحط كمان معايا الملح حوالي نص معلقه صغيره، ورشه من الحبهان وورق اللوري المطحون. دي التوابل اللي انا بتبل بيها الطيور قبل ما ابدا ان انا اسلقها. هبدا ان انا اقلب التتبيله دي مع بعض وانزل فيها صدور الفراخ اللي احنا هنجهزها بالشكل اللي جاي ده. هاتي معاكي صدور الفراخ، اطلبي من الراجل ان قطعه البانيه او الفيليه يفتحها لك بالشكل ده عشان تكون مفرودة كده زي الكتاب. يعني ده مش صدر كامل خالص، دي شريحة بانيه كبيرة أو عريضة هو مفتحها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ببدأ ان انا اجيبها واحطها بين كيسين تلاجة كده او كيسة تنيه، وابدأ ان انا ادقها على خفيف خالص بالشاكوش بتاع البفتيك او بظهر كوباية كده بحرص. عايزة السمك بتاعها يكون رفيع الى حد ما. تقدري تطلبي منه الفيليه اللي بيتعمل بيه الكوردن بلو، هيظبطهولك جدا. بصوا كده الشريحة هلفها وكده تمام جدا. وهقولك دلوقتي لو عندك مثلا في الفريزر بانيه او شرايح بانيه العاديه، الشرايح اللي حجم كف الايد، تعمليها ازاي. بتجيبي برضو الشريحه بتاعه البانيه العاديه جدا وتبداي ان انت تدوقيها بنفس الطريقه، وهتشوفي دلوقتي في الحشوه هنحشيها مع بعض ازاي كانها قطعه من القطع الكبيره دي. خلاص جهزت كل الفراخ، هبدا ان انا اتبلها معايا بالتتبيله الرهيبه دي واسيبها تتشرب معايا شويه من التتبيله دي. قد ايه بتفرق جدا في طعمها، لغايه ما نحضر معانا الحشوه بتاعه الرز المبهر كده بالكبد والقوانص اللي بيكون خطير. فوق او حله معايا على النار، معلقتين من الزيت، معلقه من الزبده او السمنه، ومعايا كده قطعتين 3 من الكبد والقوانص. بدأت ان انا قطعتهم صغير وغسلهم كويس جدا، وهبدأ ان انا اشوحهم معايا على نار عالية لغاية بس كده ما ياخدوا التشويحة او لونهم يتغير. ابدأ ان انا انزل لهم التوابل. التوابل دي مش هتشمي اي زفارة وهتديكي طعم حلو جدا للرز. رشة حبهان مطحون، رشة من القرفة حوالي ربع معلقة صغيرة، فلفل اسود حوالي نص معلقة صغيرة كده، هحط كمان كمون رشة كده حوالي ربع معلقة صغيرة، وهضيف معايا شوية كده الملح. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. عايزة اقولك لما بتشوحي التوابل بتاخدي ريحة رهيبة لانها بتتحمص كده، بتاخدي ريحة حلوة جدا. وضفت نص معلقة كده من السبع بهارات او توابل لحمة، توابل فراخ، اي توابل مشكلة بتستخدميها. لما شوحت الكلام ده والكبد والقوانص لونها اتغير، نزلت بفص واحد بس من التوم هيديني ريحة تحفة. وقلب الكلام ده كله مع بعض، واكون مجهزة معايا بصلاية كده كبيرة فرماها في الكبة، فرم خشن او مقطعها على ايدك، وابدا ان انا انزلها معايا بالشكل ده. ما تشوحيش البصل اول علشان ما تنزلش الميه وتخلي الكبده تزفر معاكي. بنشوح الكبده بتوابلها تتحمص مع فص الثوم، بعد كده ننزل بالبصل بيفرق جدا. وهحط معايا مكعب من المرقه اختياري، مش حابه تضيفيه مفيش مشكله حسب رغبتك. واقلب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي لغايه ما البصل يدبل كده او يبقى لونه شفاف، والكبد والقوانص تعتبر خلاص داخله يعني في التسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في المرحلة دي هتجهزي معاكي الرز، رز مصري مغسول ومتصفي ومش منقوع خالص. هبدأ ان انا انزل الرز، والكمية هنا حسب الفراخ اللي انتي عاملاها، واحنا كمان بنحب ناكل الرز ده مع الفراخ مع شوية ملوخية، فببدأ ان انا ازود الكمية. هحط الرز وانزل بمعلقة كبيرة من الصويا صوص، بتديني لون رهيب بني كده للرز. دي نفس الخلطة اللي بعمل بيها الفراخ المحشية وكمان الحمام المحشي. هبدأ ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي. مش حابة تضيفي الصويا صوص او مش متوفرة مفيش مشكلة، استغني عنها. هقلب الرز لغاية ما يتشوح كده ويسخن ويشكشك معايا علشان يكون مفلفل جوه الفراخ، ودي مهم جدا.
هقلبه بالشكل ده وابدأ ان انا انزل عليه بقى بالمية المغلية. طالما شوحنا الرز كويس ننزل عليه بالمية المغلية، وطبعا الملح. ظبطي الملح وراعي ان انتي ضايفه معاكي مكعب من المرقه علشان ما تخليش الرز حادق قوي. بضيف له الميه مقدار اقل شويه من المقدار الطبيعي اللي يساوي كميه الرز دي، واسيبه لغايه ما يتشرب الميه. اهدي عليه يكمل التسويه بتاعته 3/4 تسويه، يعني كده الرز مستوي معايا 3/4 تسويه. تقطمي الرزايه مستويه من بره، قلبها لسه ني من جوه، هو ده اللي انا عايزاه. بطلع شويه على جنب بقى على قد الفراخ اللي عندي، علشان ابدا ان انا اسيبها تبرد علشان احشيها بالشكل ده. هخليها تبرد تماما، وتعالوا بقى نشوف الحشو والتكات بتاعته. هاتي طبق كده فاضي قدامك وافردي فيه شريحة الفيليه كده قدامك بعد ما اتبلت وريحتها تحفة. هبدأ دلوقتي ان انا اخد من الرز ده بعد ما برد تماما، حسب بقى الحجم بتاع قطعة الفراخ قدامك. ابدأي ان انتي حطي لها الحشو المناسب، مع مراعاة ان انتي ما تكبسيش الرز قوي علشان ما يطلعش منك من الجوانب، وكمان علشان ما يبقاش ني. اديله مساحة ان هو يستوي فيها. بفرد الرز بالكبد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابدأ ان انا الف قطعة الفراخ رول عادي جدا. ومعايا هنا الخلة بتاعت الاسنان هقفل بيها. بصوا بلفها كده سهلة وبسيطة ازاي. ومعايا الخلة ببدأ ان انا اقفل بيها من الجوانب او من تحت بالشكل ده. دي القطعة اللي بتبقى في ارضية الفراخ كده من تحت. شايفين السهولة؟ ولا فويل ولا ستريتش ولا سلق ولا اي حاجة خالص. اي قطعة لحمة كده طالعة دخليها جوه وكده اتقفلت معانا. حلوة جدا. تعالوا نجرب بقى واحدة تانية. حطي كده معلقة الرز حسب كمية او حجم الفراخ اللي قدامك مفرودة، وهبدأ ان انا الفها رول. شايفين السمك بتاع قطعة الفراخ مش سميكة قوي زي الكوردون بلو ولا رفيعة قوي. هلفها برضو بالشكل ده، وابدأ ان انا الاطراف اقفلها معايا بالخلة. سهلة وسريعة. تعالوا نشوف قطعة بقى فيليه عادية اللي هي بنعملها بانيه عادي، اللي هي بحجم كده كف الايد بالطول. بتبدأي برضو ان انت تفرديها وتحطي عليها معلقة من الحشو مقدارها مناسب للحجم بتاع قطعة الفراخ اللي قدامك. بصوا اهي بالشكل ده. وتبدأي ان انت تلفيها. ده البانيه العادي اللي موجود عند اي حد، عشان لو معرفتيش تجيبي الفراخ البانيه كبيرة كده او الراجل يظبطها لك. ولفيها رول كده عادي جدا، وابدأي ان انت قفليها بالخلة. هيكونوا احجامهم صغيرين بس نفس النتيجة. هاتي صينية فرن وابدأي ان انت رصي فيها قطع الفراخ اللي انت حشتيها بالشكل ده. ومحضرة معايا نص كوباية من المية تكون مغلية، وعليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. دوبتهم كويس في المية، وهبدأ ان انا اسقي بيهم الفراخ بالشكل ده، واقفل عليها كويس قوي بورقة زبدة وورقة فويل. لو الصينية اللي انت بتستخدميها ليها غطا طاجن اي حاجة، غطي باللي متوفر عندك. المهم ان انت تحكمي البخار كويس جدا جدا، لان اللي هو اللي هيسوي معانا الفراخ بالشكل ده. وبدخلها معايا الفرن، بعمل لها تكاية بعد ما تستوي. تعالوا نشرحها وبعد كده نشرح التسوية. لما اطلع الفراخ وهي مستوية بحط لها معلقة صغيرة من الصلصة او الكاتشب، عليها شوية من الزبدة كده مدوباهم، ورشة ملح ورشة فلفل. بدهن الوش بتاعها بالفرشة ده بعد ما الفراخ تستوي تماما، وادخلها معايا فقط تحت الشواية علشان تاخد لون. لان لو كشفتي الورقة كده وسبتيها تحت الشواية بدون دهن اي حاجة، الفراخ هتنشف ومش هتاخد لون، هيفضل لونها ابيض. فببدأ ان انا ادهنها بالخليط ده واحطها معايا تحت الشواية تاخد اللون. تعالوا بقى نتكلم عن التسوية. بدخلها عندي فرن سخن وشغال على درجة حرارة 200، يعني فرن اعلى من المتوسط بشوية. مشغلاه من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها توزع معاكي الحرارة. اسيبها حوالي نص ساعة كده في الفرن. عايزة اقولك في خلال النص ساعة هتشم ريحة حمام محشي قلب الدنيا. بعد نص ساعة اكشفي الورق كده واختبري التسوية بتاعت الرز وبتاعت الفراخ. قعدت معايا بالظبط في الفرن 40 دقيقة. طبعا حسب حجم قطعة الفيليه قد ايه، وحسب انت لفاها وحاطة الرز قد ايه هتاخد معاكي الوقت. بعد 40 دقيقة طلعتها، دهنتها زي ما اتفقنا، ودخلتها 5 دقايق تحت الشواية، وكانت باللون الرهيب ده. خطيرة يا جماعة. بصوا حمام كده في ايدي. الطعم حمام محشي، طعمها في منتهى الجمال. مع شوية الرز بقى اللي احنا سويناه تحتها كده، مع شوية ملوخية، مش محتاجة اي حاجة تانية خالص. اكلة ملوكي خطيرة. بعملها في اي عزومة كده ما بيبقوش عارفين ايه الصنف الرهيب اللي على جنب كده، وشكله وطعمه وريحته في منتهى الجمال. جربوا الوصفة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم. قد ايه الرز بقى جواها مفلفل وخطير. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم ان شاء الله. مع السلامة.